السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض أكلة اقتصادية وموفرة جدا، والأهم من ده كله انها طعمها لذيذ جدا، حاجة كده لا تقاوم. يا سلام بقى بالطبق الجميل ده كده، والعيش يكون سخن طازة كده لسه جاي من الفرن. خلاص انت هتنسفي الطبق ده في دقيقة واحدة. دي كبد وقوانص بتاعة الفراخ. عايزة اقول لكم الأكلة دي حلوة جدا جدا. سهلة لما نكون الواحد زهق بقى من الطبيخ والفراخ واللحمة والأكل التقليدي. دي أكلة مختلفة وفي نفس الوقت سهلة ومتاخدش وقت خالص. مش محتاجة دربكة كتير، هي الوقت الوحيد اللي بتاخده اللي هي الغسيل وتنظيف القوانص كويس، لأن طبعا القوانص لما بتبقى جاية من عند بتاع الفراخ بيبقى فيها حاجات كده لازم بنشيلها كويس. يعني أنا الموضوع ده هو الوحيد اللي بياخد مني وقت. وطبعا بعد ما بغسلها بصفيها، وبعد كده بنقعها في ليمون، ميه وليمون كتير. يعني انا الصراحه في اي حاجه تخص الفراخ بكتر من الليمون، ما تضيفيش خل خالص، لان الخل بيظهر زفاره اي حاجه تخص الفراخ، سواء فراخ نفسها بقى او كبد وقوانص او اي حاجه من دي. فانا هنا زي ما شفتوا كده شفشق الليمون ده كان فيه بتاع 5 أو 6 ليمونات، قطعهم نصين وعصرهم، بدل ما اقعد اعصر على ايدي عصرتهم في الخلاط على طول. بعد كده صفيتهم وجبت طبق حطيت فيه الكبد والقوانص، وزي ما انتم شايفين هما منقوعين اهو لغايه ما ايه اغسل الخضار بتاعي، قشرته وغسلته وبعد كده هنبتدي نقطعه. هنا معانا 3 قرون فلفل رومي، قطعناهم كده سلايس زي ما انتم شايفين. الموضوع سهل وبسيط خالص، وانا عايزه اقول لكم انا ما كانش في دماغي اصور والله، بس قلت ليه لا ما اصور معاهم واشارككم. اكله لذيذه واقتصاديه موفره، متاخدش وقت خالص. و... والاهم من ده كله لا بتاخد وقت ولا بتاخد يعني تكلفه كتير، تكلفه بسيطه، يعني عن ما كل يوم بقى بنصرف ونجيب فراخ ولحمه، يوم كده ويوم كده. وبرضه هي الكبد والقوانص دي بروتينات، يعني حاجه مفيده، مش اللي هو مثلا اكل ارديحي، لا هي اكله حلوه جدا ومغذيه ومشبعه جدا، دي اهم حاجه. هنا قطعت البصل مش مكعبات صغيره زي ما انتم شايفين كده، سلايس صغير مش سلايس كبير برضو، علشان تعرفين اللي عنده مثلا ولاد ما بيحبوش البصل هو كده كده مش هيبان معاكم في الاكل. هنا الحاجه الكبد والقوانص بعد ما تنقعوا في الليمون كويس جدا، شغلت عليهم المية، وزي ما انتم شايفين كده عاملة مصفى للقوانص لوحدها ومصفى للكبد لوحدها. هتقولوا لي ليه؟ طيب هقول لكم، لان احنا السوى بتاع القوانص غير السوى بتاع الكبد نفسها. القوانص بتاخد وقت، وانا احب دايما ان سوى اي حاجة اعملها يكون سواها حلو ومظبوط، فاهمين؟ يعني لما حد يجي يغمس كده وياخد قناصة ياكلها في سندوتش ولا حاجة، ما تشدش معاه، لا تبقى مستوية زيها زي الكبدة. ودي اهم حاجة في الاكل، ان هو يخلي طعمه حلو، ان انت بتبقي مركزه في التفاصيل دي. هنا جبنا حله على النار فيها ميه مغليه، ونزلنا بالقوانص الاول. القوانص هتقعد لوحدها قولي نص ساعه. نص ساعه مش كتير، لا نص ساعه مش كتير، لان زي ما بقول لكم احنا عايزين سواها زي سوا الكبده. وبعد نص ساعه الكبد بتنزل، بتاخدش 5 دقايق او 10 دقايق بس، وبعد كده بنطلعها علشان ما تتهريش واحنا بنعملها في الطاسة. طبعا مرحلة السوى السلق دي بتفرق جدا عن ما انت تحطي الكبد والقوانص كده في الطاسة على طول. هنا معانا البصل اللي احنا قطعناه سلايس متوسط، مش سلايس كبير يعني ولا مكعبات صغيرة، الحجم اللي انتوا شايفينه ده بالظبط. حطينا عليهم التوابل اللي هي عبارة عن ايه، اللي هي عبارة عن ملح وفلفل اسمر وكمون وكزبرة ناشفة، بابريكا، شطة، توم باودر. تمام، لحد هنا الدنيا سهلة وبسيطة، والموضوع يعني ما خدش مننا وقت. هنا طبعا 5 فصوص توم او 6، لان الكبدة انتوا عارفين روحها التوم. هنا جبنا صينية كبيرة كده عشان تاخد الكمية، وحطينا فيها زيت ذرة، وحطينا البصل اللي احنا متبلينه وسيبناه شوية في التتبيلة بتاعته. عايزة اقول لكم ان البصل مدي بالتتبيلة بتاعته ريحة خرافة جدا كمان لما اتقل. هنا نزلنا بقى بالكمية كلها مع بعض، لان خلاص سواهم في السلق بقى سوا واحد. زي ما انا قلت لكم كده ان احنا سلقنا القوانص الاول كتير، قعدنا نسلقها نص ساعة لغاية ما شبه استوت، والكبد نزلنا بيها بس اخر 10 دقايق. بنعمل حفرة كده في النص، وده اللي بيدي تيست حلو ومذاق حلو جدا للكبد والقوانص. التوم بيدي ريحة حلوة قوي لأي نوع كبدة، سواء كبدة بقى كبدة جاموس أو كبدة بقري أو كبدة فراخ، أي نوع كبدة هو روحها التوم.
تمام. التوم بتاعنا هنا مش حاطين له اي اضافات، احنا حاطين له بس رشة ملح واحنا بندقه عشان يبقى ناعم، وبعد كده حطيت عليه معلقة كزبرة صغيرة عشان تدي ريحة حلوة. هنبتدي نقلب كده التوم بباقي المكونات اللي معانا تقليبة كويسة لغاية بس ما ايه، هو لما عملنا الحفرة كده كده الزيت اتكون في نص اهو الصينية، وبعد كده التوم اتحمر، بعد كده هنقلبه بقى ايه مع الجمال بتاعنا ده كله. عايزة اقول لكم حقيقي حقيقي الريحة كانت قلب المكان، والله الريحة كانت تحفة. تتبيلة البصل بالتوابل بتدي ريحة حلوة قوي، وخاصة لما بتنزلي بيها الاول على زيت سخن. هنا نزلنا يعني ربع كوباية مية بحيث ان كله يتشرب مع بعضه، وبعد كده هنقوم مقطعين الحاجات اللي احنا مقطعينها. الفلفل طبعا، وتقدري تحطي طبعا فلفل سبايسي بتخلي طعمها حلو، تقدري تحطي فلفل الوان بيخلي الوانها تحفة، بس انا ما كانش متوفر عندي اليوم ده فلفل الوان، فحطيت فلفل رومي وفلفل شطة بس. هنبتدي بقى طبعا نسيب ده كله كده ياخد ويدي مع بعض، هنغطيها لغاية ما ايه المية تتشرب خالص. بصوا هنا كان عدى طبعا الوقت والمية اتشربت خالص. نزلنا بالفلفل علشان ايه يبدأ يتبلنا دايما اي حاجة شاورما كبدة، اي حاجة بحط الفلفل في اخر حاجة خالص، علشان ما بحبوش يدبل او اللي هو يبقى مش باين، لا اللون بتاعه بيكسر معانا الوصفة. وبرضو مش عايزينه اللي هو يبقى مش مستوي، لا البخار بيسويه وبيخليه زيه زي البصل ما هو مهري كده. تمام. هنبتدي بقى نقلب كده مع بعض وننزل بسنة ملح، يعني انا دقت الحاجة لقيتها محتاجة سنة ملح. واخر حاجة خالص مكعب مرق الدجاج بنفرمه، وبعد كده بننزل عليه وهو بودر كده على الخلطة التحفة بتاعتنا. بألف هنا وشفا لله هيجربها، بس حقيقي حقيقي أكلة خفيفة سهلة سريعة اقتصادية موفرة جدا. مش هتاخد منك يعني متهيألي الكيلو أصلا مش عارفة 80 جنيه ولا ب7، مش عارفة والله، بس يعني عشان مش أنا اللي جبته المرة دي يعني، فأنا مش متذكرة. هنا طبعا هنبدأ نغرف. مش عايزة اقول لكم الريحة والطعم، الطعم تحفة 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 بجد حقيقي، والله مش مبالغة، مش عشان انا اللي عاملة الوصفة، بس حقيقي بجد ما شاء الله. انتي لما تجربوها وهتعملوها صدقوني هتتنسف على طول. وتجديد عن الطبيخ والحاجات دي. يا رب تكون الوصفة عجبتكم وتنول اعجابكم، ان شاء الله نزل لكم وصفات كتير وروتينات اكتر. وزي ما انتم شايفين كده التنوع بتاعنا ما بين وصفة ما بين روتين. بس يا رب الفيديوهات بس تكون بتنال اعجابكم، ودي اهم حاجة عندي. ننزل بقى بالخضرة بتاعتنا وبس كده. الطبق ده بقى مش عايز بقى غير طبق بطاطس محمرة ورغيفين كده عيش سخنين، وبألف هنا وشفا، وإن شاء الله تجربوها. والسلام عليكم ورحمة الله.